اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ناس بتسوء وناس بتخون وناس على العشرة عليها بتهون، وناس تفرحك وناس تجرحك، وناس بإيديها بتذبحك، وناس بتدعي لك وناس بتكيدك، وناس من حقدها بتنكر خيرك. عايزة أقول لكم يا ولاد اوعوا تيجوا على نفسكم عشان حد. قسما بالله ما في أي حد في الزمن اللي احنا فيه ده يستحق ان انت تيجي على نفسك عشانه. مفيش حد يستاهل، مفيش اي حد يستاهل انك تزعل او تزعل نفسك او بيحصل اي حاجة تعب ليك بسبب ان انت مثلا زعلان منه في موقف، زعلان منه حاجة حصلت بينك وما بينه. محدش يستاهل يا جماعة، والله ما تجوش على نفسكوا عشان حد. لان عايزه اقول لكم بامانه عمرك ما هترضي جميع الاطراف، عمرك ما هترضي الناس كلها. في ناس هتكون بتحبك وفي ناس بتتمنى لك الخير، وفي ناس هتكون مش بتحبك مش هتتمنى لك الخير نهائي. يعني اللي مش بيحبك ده عمره في حياته ما يتمنى لك الخير. يعني المثل بتاعنا اللي احنا متربينا عليه بيقول لك حبيبك يندوق لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. يعني العدو بتاعك ده بيتمنى اي غلطة انت بتعملها، مش بيحب يفوت اي حاجة. انما حبيبك هيسامحك في اي غلطة، بمعنى الكلام يعني اي غلطة انت عملتها هي عشان بيحبك هيفوت. انما بقى اعوذ بالله بقى الناس اللي مش بتحبك ما بتصدق انت بتغلط اي غلطة ويمسك لك عليها الواحدة. فعشان كده بقول لكم ما تجوش على نفسكم عشان حد، اوعوا تزعلوا نفسكم ولا تحطوا في نفسكم عشان حد، لان ما فيش حد في الزمن اللي احنا فيه ده يستاهل ان انت تزعل او تتعب عشانه. ناس كتير بتقف جنبها وناس كتير بتعمل خير وناس كتير